اهلا بكل متابعين القناه الاعزاء، معاكم انا اخوكم عادل والي. النهارده جولتنا او موضوع حلقتنا عن اخطر شواطئ الاستحمام في اسكندريه داخل اسكندريه، شاطئ بير مسعود او صخره بير مسعود. المحافظه حطاه من ضمن شواطئ الموت في اسكندريه، وموجود يفط على الشاطئ مكتوب عليها ممنوع الاستحمام، منطقه خطر، منطقه موت. وكمان اللي ما حلفوش الحظ ينزل السنه دي صيف في اسكندريه، هناخدوه في جوله كده، نعيشوكوا اجواء المصيف في منطقه ميامي بالليل، شارع خالد بن وليد، اسكندر ابراهيم، 45 منطقه البروفيش. احنا حاليا بكاميرا فوق صخره بير مسعود، وللامانه معظم اللي بينطوا في الميه دلوقتي دول من عندنا هنا من اسكندريه. المصيفين ضيوفنا يخافوا ينزلوا او ينطوا الميه هنا، فالمصيفين بيتفرجوا. لكن كل الشباب اللي انتم شايفينه حلو، والشباب اللي يفرح ده من عندنا. الشواطئ الصخريه اللي انتم شايفينها دي خطيره جدا، ان الامواج فيها بتدفع الشباب دول اللي هم يرتطموا بالصخور، وبالتالي بيفقد الوعي والغرق الفوري. لو هو نط غلط ممكن اللي يخبط في الصخره يفقد الوعي، يغرق لا قدر الله. هتلاقي في ناس فيهم محترفين، وفيهم هواه، وفيهم لسه بيجرب حظه، في بينط صح، في بينزل غلط. منطقة خطرة جدا. ابص ده نازل غلط اهو، وزميله تحت ممكن يخبط فيه، وممكن يخبط في الصخر. احنا كده فوق صخرة بير مسعود، وعلى شمالنا برضو اليافط المكتوب عليها ممنوع الاستحمام، منطقة خطر، منطقة موت. المحافظة بتعد المنطقة دي من المناطق الخطرة، زيها زي شاطئ النخيل خارج اسكندرية في الغرب، زيها زي خلف قلعة قايتباي، زيها زي أمام فندق المحروسة. كلها أماكن خطر النزول فيها. بص ده نازل غلط خالص، ده سامحني ملوش فيها، بس ربنا يستر على الجميع. كلهم شباب صغير في بداية عمرهم، يعني حرام اللي هم يضيعوا عمرهم أونطة. طبعا الضيوف اسكندريه الاعزاء بيتفرجوا، ما لهمش في الموضوع ده بصراحه، هم يشكروا كده. احنا كده فوق صخره بير مسعود. اديكم فكره برضو كده، اصور لكم بير مسعود اللي ما شافوش قبل كده. ده بير مسعود، بير الامنيات. طبعا اساطير وقصص بتتقال عن بير مسعود، واحنا صغيرين كنا بنرموا الشرينات الفضه والبرايز والريالات. طبعا لما كبرنا عرفنا ان العلم بيقول ان البير ده كانت مقبره قديمه، مقبره يونانيه، لان اليونان كانوا من عادتهم اللي هم يعملوا مقابرهم بجوار البحر. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك من اسفل الفيديو، اللايك بيساعد على نشر الفيديو، فيا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك. ايه قصة المكان ده؟ المكان ده كان المحجوب الله يرحمه لما كان بيوسع البحر، عمل التندات والاستراحات دي. وبعد كده شركة المقاولين العرب لما حبت تعمل صداد الموج او حاجز الامواج، استغلت المكان ده في تخزين الصدادات والمعدات. ولما خلصت شغلها اصبح المكان ده على حاله كده، على الوضع ده. فالمصيفين والضيوف بيجوا يستمتعوا من بعد العصر كده بالجو طبعا. وفي طبعا الباعة الجائلين بيجيبوا طبعا حاجاتهم هنا، وترمس وبطاطا وكل حاجة. ده شاطئ برضو زي ما قلت لكم، ده النزول بتاع بير مسعود، ممنوع النزول هنا كمان. ده نادي السيارات. انا كده امامي كده اسكندريه كلها. انا فوق الصخره، صخره بير مسعود، جليم، زينيا، سان ستيفانو، ستانلي، كله امامي. اول حاجه هتقابلني هنا شواطئ سيدي بشر، من اول نادي السيارات كده الى فندق رمادة. ده نادي السيارات. المية تحت مني دي ممنوع فيها نزول برضو، بمنطقة خطرة برضو، وعليها اليافطة ممنوع النزول. زي ما قلت لكم الجو، المصيفين بيستمتعوا بوقتهم هنا. كل حاجة بتتباع هنا، في موتوسيكلات، في خيول، في بادج باجي، كل حاجة موجودة، لعب أطفال، كله موجود في المصيف. على اليمين في جاد وفي عزة،
قبل ما نخش على خالد بن الوليد. لعب اطفال كله بيتأجر هنا في المنطقة دي. انا كده في وشي كده او امامي خالد بن الوليد وشاطئ ميامي. المكان اللي عليه السهم ده ما بين العماير ده كان زمان كباين ميامي، كانت كباين الممثلين والمشاهير، دلوقتي اصبحت اكشاك وخرابات. ده المكان اللي شركة المقاولين العرب كانت اخدته عشان تخزن فيه الصداد والدقشوم والمعدات، ولما انتهت اصبح المكان على وضعه كده. كان هنا كباين ميامي. احنا في منطقة ميامي قبل المغرب. للي منزلش اسكندرية السنة دي اعيشوا في اجواء المصيف في منطقة ميامي. انا عارف ان معظم الضيوف بيحبوا منطقة ميامي، ولسه هندخلوا خالد بن الوليد وهنروح عند شاطئ ميامي. ده بداية شاطئ ميامي من منطقة الصيادين. طبعا ميامي فيها شاطئ نزول مصيف، وفيها طبعا مكان للصيادين، الناس الصيادين المحترمين، مهنتهم طبعا حاجة تشرف طبعا. دي مراكب الصيد بتاعتهم، في مراكب صيد وفي مراكب للفسحه زي الميناء الشرقي كده. ايه ممكن يأجر لك المركب بتاعه الصغير كده، تاخد لك فيها ايه بونطه كده جوه او لفه كده، مقابل ايه مادي بسيط يعني. وهنا البيع للجمهور طازه طازه يعني، حي بحي كده، يطلع من البحر بسمكه وتشتري منه على طول. على الشمال برضو في جزيرة ميامي. طبعا الجزيرة بدأت تتفتت او تتكسر. احنا كده وصلنا لشاطئ ميامي. شاطئ ميامي المشهور المعروف، دخول الفرد هنا ب15 جنيه. شاطئ ميامي يعتبر من اهم الشواطئ في منطقة اسكندرية في المصيف. ليه اهم الشواطئ؟ لان معظم المصيفين 99% من ضيوف اسكندرية بيحبوا ينزلوا الشاطئ ميامي بجوار شارع خالد بن الوليد. هم بيحبوا المنطقة دي، فتلاقي 99% من المصيفين موجودين في منطقة ميامي، في شاطئ ميامي، في شارع خالد بن الوليد، اسكندر ابراهيم، الشواطئ الشوارع المحيطة بشاطئ ميامي. طبعا معظم المصيفين اللي جايين يوم واحد بيروحوا بعد العصر او العصر. كل الموجودين في المايه دول اللي هم مأجرين يوم يومين اسبوع شهر، فهم بيكملوا كده لحد في بيكمل لحد الساعه 12 بالليل، في بيكمل لحد الصبح. لكن اللي جايين يوم واحد اتوبيساتهم وعربياتهم خلاص روحوا. السنه دي برضو في كمان حاجه ملحوظه، اللي هم المصيفين الباراشوت. يعني ايه باراشوت؟ اللي هو بيجيب مرتبه او مخده او ملايه وبينام على البحر، على شارع البحر تحت التندات كده لحد الصبح، وما بيباتش ولا في لوكاندا ولا في اوتيل ولا في اي حاجه. طبعا كانت موجوده زمان بس السنه دي كتير قوي يعني. احنا كده في على قمه شارع خالد بن الوليد. ده اشهر شارع في اسكندريه في المصيف، شارع خالد بن الوليد. شارع حيوي جدا، فيه كل حاجه من الابره للصاروخ تخص المصيف موجود في شارع خالد بن الوليد. دي عماره ابو هاشم، كان تحتها زمان ابو هاشم لا بيره لا خمور، حاليا اصبح عروس دمشق وبنك. كشر التحرير اهوت، والفلاح واحمد حسنين. احنا كده على قمه شارع خالد ابن الوليد. لكن لو انت جدع بقى ادخل جوه في الزحام زي ما انت شايف كده، لو انت جدع خش. ده اهم شوارع المصيف في اسكندريه، شارع خالد بن الوليد. كان اسمه زمان شارع الاميره فوزيه، هو من اول هنا لحد محطه ترماي سيدي بشر. شارع خالد بن الوليد لو بدايته من هنا هينتهي في محطه ترماي سيدي بشر. من اشهر شوارع المصيف، في كل حاجه تخص المصيف وما تخصش المصيف، مطاعم، محلات عصير، قهاوي، كافيهات، محلات ملابس، كل حاجه بتخص المصيف، محلات سمك، محلات فراخ، لحوم، كله موجود جوه شارع خالد بن الوليد. على الامه هنا برضه في الاخوه السودانيين بيرسموا الوشم
والرسومات الحلوة على كفوف البنات الجميلة. ده احمد حسنين، جنب منه الفلاح وكشري التحرير، علامة من علامات ميامي. احمد حسنين، هريسة احمد حسنين، وكبدة الفلاح وكشري التحرير. احنا كده بنعيشوكم اجواء المصيف في منطقة ميامي بالليل. ده شاطئ ميامي العام، دخول الفرد ب5 جنيه. ده بجوار ما بين شارع اسكندر ابراهيم وشارع خالد بن الوليد، بوابه صغيره كده بتنزل لها بسلم. دخول الفرد ب5 جنيه. طبعا احنا كل ده بعد المغرب. زي ما قلت لكم كل المصيفين الموجودين دول ضيوف بايتين او معظمهم بايتين، لكن اللي بيقضوا يوم واحد روحوا خلاص. منط ميامي ظاهر اهوت وجزيره ميامي. ده شاطئ عام، دخول الفرد فيه ب5 جنيه. شاطئ ميامي العام. على يميني كده في بقى البروفاج، شواطئ البروفاج الى العصافرة الى المنظرة. يا ريت لو انت اول مره تتابعنا او انتوا اول مره تتابعونا على القناه، يا ريت تشتركوا فيها، يا ريت تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد احنا بننزله. جوله بالكاميرا كده في منطقه ميامي. انا بلف بالكاميرا كده، انا كده في وشي العصافره والمنظره. اللي جاي من المنظره والعصافره. انا كده في ظهري خالد بن وليد ابو هاشم ميامي. كده احنا على بدايات شواطئ البروفاج. قرية البروفاج والميني بروفاج كلهم موجودين في العصافرة. في جزء من العصافرة احنا بنقول عليه ميامي، اللي هو نهاية شارع الأرمن مع 45 ممكن نقول عليه ميامي. في شواطئ البروفاج خلاص رفعوا او شالوا الشماسي خلاص. الناس دي بقى ضيوف دي على دماغنا من فوق، قاعدين لحد الصبح كده ان شاء الله او الى الفجر. انا كده امامي منطقة العصافرة ومنطقة المنظرة، بصور من بداية البروفاج في نهاية ميامي مع العصافرة. ما زلنا بالكاميرا على شواطئ البروفاج. احنا كده في نهاية جولتنا. سيبكم الدقيقتين دول مع تستمتعوا بالاجواء منطقة البروفاج شواطئ العصافرة. البروفاج الدخول الفرد ب25 جنيه شامل كرسي وشمسية. في شواطئ برضو في العصافرة ب10 جنيه، وفي شاطئ المنظرة المجاني بدون فلوس للعائلات بالبطاقة الشخصية. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة.